عندها خلاف مع سلفتها وحاولت ان هي تصالحها اكتر من مره والتانيه رافضه تماما، عليها ذنب؟ رقم واحد، لابد من سماع الطرفين، لان كل واحد له وجهة نظر وكل واحد ما بنكذبش حد ولا غيره. طب رقم اتنين، النظر في الاسباب. النظر في الاسباب يا جماعه من اكتر الاشياء اللي بتؤثر في عودة العلاقات ازالة السبب. ممكن يبقى حد عمل مشكلة كبيرة جدا جدا وغلط غلط كبير قوي 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 وبيعتذر اعتذار كده عادي، تمام؟ طب ما هو قد الغلط قد الاعتذار، يعني راضي اللي قدامك، ولا احنا عندنا يعني شطارة قوي في وجع الناس وخرص في ارضائهم؟ يعني يهينوا في ميدان ويعتذر له في حارة بينهم وبين بعض. ما حقك عليه، ويقول لي الشيخ انا اعتذرت له ما قبلش يا شيخ. لا، انا ما بتكلمش على المتصله، انما انا بتكلم على منهج بشكل عام. طبعا احنا شاطرين في الوجع، لكن لما نيجي الاعتذار ما نداويش صح خالص خالص. ولا كان اعتذرت، لا. طب وعلى المعتذر له ان يقبل، لانه ربنا قبل الاعتذار. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. سيدنا يونس اعتذر لربنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا محمد قبل اعتذار أهل مكة في فتح مكة. سيدنا يوسف قبل اعتذار إخواته تالله لقد آثرك الله علينا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فاقبل اعتذار من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. إيه الكلام الجامد ده؟ مش عارف هي جت كده بقى. فالشاهد احنا نعذر بعض، ندي فرصة لبعض، نتواصل مع بعض. طب أنا بقول للمتصلة الكريمة وماله كملي، يعني حاولي تتواصلي معاها وانت الكسبانة. إن رفضت انت خرجت من دائرة الشحناء والبغضاء وبقيت هي فيه. تمام.